سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انتشرت على وسائل التواصل خاصة الفيسبوك إذا طالب جنوبي بالانفصال دخل يقول له بعض الشماليين حرروا غرفنكم من الإماراتيين، وإذا تكلم يمني من الشمال على الوحدة ذكر بعض الجنوبيين يقول له حرروا غرفنكم من الحوثيين. استووا على أنفسكم، وعوا رجال وعارضوا مثل الناس معارضة رجال. الجنوبية والشمالية أطهر من اللي كنتوا وياه. شي معكم رجالة، شي كفاوة، ادرس تعلم، اطلع صحفي وقع اعلامي وقع يعني محرر جريده وقع كذا، ولك حريه الراي، طالب بالانفصال ولا طالب بالوحده. لكن يبغى تتهم الشمالي من الحوثي في غرف نومهم، ولا انت تتهم الجنوبي ان الاماراتي في غرف نومهم. الله ما عبستوا على وجوهكم. حذيل الشماليات والجنوبيات اطهر من القافكم، يعني كل واحد يتهم الثاني ان الحوثي ولا الاماراتي في غرف نومهم. استوى على امسكم، ما قسمعنا بجريمه ولا بجريمه عرض، لا من اماراتي ولا من حوثي، لا في شماليه ولا من جنوبيه. ضحكتوا علينا العرب، اكثر الناس غير على شرفهم اليمنيين، وتلقى كم من بعسس كم من امعه يطلع يقول لك حرروا غرف نومكم من فلان. غرف النوم الشمالي والجنوبي المصانه، الا انتم القافكم خبيثه، يعني القافكم بيارات. عيب، استحوا على انفسكم، عارض مثل الناس، تكلم مثل الناس، لك حريه الراي، طالب بالانفصال، طالب بالوحده، اتكلم ادل برايك، لكن ابتعد عن الشرف والعرض. العرض وعرض الكل، الشمالي عرضها عرض الجنوبي، والجنوبي عرضها عرض الشمالي. انفصلنا او توحدنا، الشرف والعرض واحد. بغض النظر عند العرب كلهم، مش الا بس احنا اليمنيين. عيب خزيتوا من الناس. تلقى واحد لا تعلم ولا درس، امعه امي ولا يعرف حتى كلمه، لا شاف واحد جنوبي يتكلم على الوحده ولا شيء ولا على الانفصال، طلع يقول حرر يعني غرف نومك من الاماراتيين. حذات الجنوبيه طار من لكفه. احترموا انفسكم، العرض عرض الكل، والشرف شرف الكل. نسوانا مصانات في الجنوب وفي الشمال، ولا عاش ولا بيعيش. يفكر بس حتى تفكير انه يلبس يعني شرف جنوبيه او شرف يعني شماليه، اماراتي، حوثي، اجنبي، يمني، من ما كان. احترموا انفسكم، عيب. وقعوا رجال وعارضوا مثل الناس، ادل برايك عن الوحده، ادل برايك عن الانفصال، لك حريه الراي، لكن بادب، بعلم. وصل فكرك، وصل فكرتك، وصل يعني ارائك بعلم، بادب، باخلاق. يعني ضروري تطالب بالانفصال وتطعن في عرض الشماليه، او ضروري تطالب بالوحده وتطعن في عرض الجنوبيه. استروا على انفسكم، الله يخزيكم بخزيتوا ابناء.